السلام عليكم الاخوان والاخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ونتمنى من الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. يلا سالات الاخوان، الندوه الصحفيه ديال وليد الركراكي. غادي نهضروا على التشكيله، ضروري غادي نهضروا عليها. ولكن بغيت نقول لكم واحد الحاجه، الخبيرات اللي كنت كنقول لكم الاخوان في الحلقات السابقه ها هو اكدها وليد الركراكي، باش تعرفوا الاخوان راه ما كنهضروش من فراغ، اولا ما كنديروش الفيديوهات غير باش نعمروا القناه، كنديروا شي حاجه اللي كنكونوا متاكدين منها. اول خبر اللي كنت ديجا قلتو لكم هو المقابله الحبيه ضد المنتخب الغامبي. اكدها وليد الركراكي، وكما قلت لكم غالبا غادي تكون بدون صحافه، وغادي تكون لو 7 جونفي، وغادي يلعبوا هنا في الرباط، يعني من بعدها غادي يمشيو للكوت ديفوار. ثاني حاجه وهضر عليها هي وليد الركراكي ديال الملاعب الافريقيه. كما كتعرفوا الملاعب الافريقيه في الاول ديالها، في المقابلات الاولى سيرتو ديال دور المجموعات، كيكونوا الملاعب مزيانين طوب، غير كتدخل في الثمن والربوع الملاعب كيدقدقوا بكثره المقابلات. وهذا الشيء راه هضر عليها وليد الركراكي وراه خدامين عليها، وصراحه انا متخوف من هاد القضيه هذه، سيرتو لا دزنا الثمن والربع فالملاعب كياكلوا العصا ديال بصح. وخير دليل هو في المقابله اللي لعب المغرب مع مصر في كاس افريقيا في الكاميرون، راه شفتوا الملعب كيدير، كيبان لكم محفر، ماشي حتى لاجراء مقابله ديال كره القدم. وسيرتو حنا اللاعبين عندنا بروفيسيونيل كيلعبوا في فرق كبيره في ملاعب كبيره، امين غادي تجيبوا في ملعب محفر هذا راه العطاء ديالو اوتوماتيكمون غادي ينزل. وهذا الشيء راه هضر عليه وليد الركراكي. ثالث حاجه هذه ما كنتش عارفه، ما كنتش سمعتها في حتى شي بلاصه، حتى قالها وليد الركراكي وراه قالها غير اليوم، يعني الحدث طرا اليوم. محمد الشيبي لاعب بيراميدز المصري تعزل اليوم في الصباح، عوض محمد العملود، ما عرفتش واش ايوب ولا محمد، عوض اللاعب العملود اللي كيلعب في الوداد البيضاوي بعد اصابته في المقابله ضد حسنيه اكادير. يعني غادي يعوضوا محمد الشيبي، مكتاب ليه يمشي، وكيبان ليا تقريبا نفس العطاء ديالهم، محمد الشيبي والعملود تقريبا بحال وكيلعب في مصر. راكم عارفين مصر وسيرتو في بيراميدز مصر، يعني كيشاركوا في مقابلات افريقيه، يعني عارف افريقيا كيفاش دايره. فهادشي اللي كاين بالنسبه للخبيرات، هادشي اللي كاين الاخوان. فالان غادي ندوزو للتشكيله اللي عزل وليد الركراكي. في الحراسه ياسين بونو، يعني هذا راه رسمي، منير المحمدي والمهدي بن عبيد. هذا المهدي بن عبيد كيبان لي اول مره غادي يكون في المنتخب الوطني المغربي، راه كيلعب في الجيش الملكي. غندوزو دابا للدفاع، كاين اشرف حكيمي، نصير المزراوي. غادي نرجع الاخوان نصير المزراوي لان وليد الركراكي ناش هضر عليه، يحيى عطيه الله، نايف اكرد، رومان سيس، يونس عبد الحميد، شادي رياض، عبد الكبير عبقار، محمد الشيبي. كما قلت لكم الاخوان، نصير المزراوي راه عنده اصابه في بايرن ميونخ مع بايرن ميونخ، ومشى الطبيب ديال المنتخب الوطني المغربي. الاداره ديال البايرن خرجت بانه اللاعب غادي يبقى 6 الاسابيع، يعني 6 او 7 الاسابيع ما غاديش يلعب. ملي مشى الطبيب قال لهم لا، راه 3 الاسابيع حتى ل2 غادي يرجع اون فورم، فعزلوا حيت هو راه تصاب على ما اظن في 16 ديسمبر وقيله. فوليد الركراكي كيعتمد عليه لانه من الركائز الاساسيه، فقرر باش يديه، وقال هو بالفم ديالو، قال لهم نقدروا نعتمدوا عليه الا دزنا للدور الثاني او الربوع الثمن او الربوع، راه غادي نعتمدوا عليه. يعني راه باش ما تقولش واش هذا راه قال لنا نصير المزراوي راه عنده اصابه، راه ماشي، راه خير دليل انه هضر عليه وليد الركراكي. غادي نمشيو الان الاخوان وسط الميدان. امين ريشاردسون، هذا اللاعب هذا كان كيلعب مع المنتخب اقل من 23 عام، وراه داو كاس افريقيا، يعني يستاهل الاخوان يكون.
سفيان امرابط، اسامه العزوزي تا هو راه بحالو بحال ريشاردسون، سليم املاح، بلال الخنوس، عز الدين اناحي، اسماعيل الصباري، امين حريج. وسط الميدان راه هادشي اللي عندنا الاخوان، باش ما يخرج شي واحد يقول لك لا علاش ما عيطش لهذا. هادشي اللي عندنا الاخوان، هادو راه هما احسن لاعبين. بالنسبه للهجوم، حكيم زياش، امين عدلي تبارك الله كيلعب في باير ليفركوزن، راه لاعب الاخوان، راه مزيان، راه غادي مزيان. راه باير ليفركوزن مع المدرب تشابي الونزو ديال اسبانيا، راه هو اللي كيدرب دابا باير ليفركوزن، وكيعتمد على امين عدلي، راه ما جاش وعيط عليه وليد الركراكي. عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، طارق تيسودالي، يوسف نصيري، ايوب الكعبي. احسن حاجه في الهجوم هو كاين طارق تيسودالي، بكل صراحه كيعجبني هذا اللاعب هذا راه الا جينا نشوفو راه هو اللي اهلنا للمونديال. هادشي اللي كاين الاخوان، هذه هي التشكيله. واش التشكيله مزيانه، واش التشكيله عيانه؟ اول حاجه انا كنثيق في وليد الركراكي، كنثيق فيه، مدرب كبير، مدرب عنده كفاءه، مدرب عنده البصمه ديالو، فين ما كيمشي لشي نادي شي حاجه كيدير البصمه ديالو، وخير دليل هو جا المنتخب الوطني ودار البصمه ديالو. فكنثيق في الاختيارات ديالو. وهذا الشيء اللي عندنا. كاين ظلم شويه ديال سفيان رحيمي، علاش ما عيطش عليه ولا هادي، فهداك الشيء كيبقى للمدرب. عنده هو الركائز الاساسيه. راه سفيان بوفال راه رجع من اصابه دابا وما لعبش ماتشات وعيط عليه لانه التشكيله الاساسيه. كذلك نصير المزراوي. وليد الركراكي كيبغي يحافظ على الجروب، يعني الا جاب لاعبين لقيتو، الا لاحظتوا اللاعبين اللي جاب راه اغلبيه لاعبين صغار ولاعبين اللي لعبوا في المنتخب قل من 23 سنه، هادو هما اللي ركز عليهم. اما التشكيله والمجموعه الاساسيه فراه باينه. وفي المقابله يعني منين غادي نكونوا لاعبين سيرتو المقابله الاولى مع المنتخب التنزاني، فراه كاملين عارفين التشكيله الاساسيه، عارفين وليد الركراكي التشكيله اللي كيعتمد عليها. واول حاجه واخر حاجه اللي غادي نقولوا، نثيقوا في المدرب، ونتمنى من الله هذا الكاس يكون كاس مغربي. محتاجينه، راه عرفتي شناهي من 1976 ما خديتيش الكاس، فراه قاصحه شويه. فهاد الشيء اللي كاين. كنتمناو كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي. المواكبه للمنتخب الوطني المغربي راه ما غاديش تحبس هنا. الا كان شي اخبار ولا شي حاجه جديده راه غادي نشاركها معكم الاخوان. وهاد الشيء اللي كاين. نتمنوا من الله الفوز المنتخب الوطني المغربي بهذا الكاس، والدخول الخزينه ديالنا، ومحتاجينه وبغينا نفرحوا. هادشي اللي كاين الاخوان. واخر حاجه اللي نقول لكم كما العاده، السلام عليكم.